السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى متابعين؟ النهاردة ان شاء الله فيديو جديد. هنعمل مع بعض الفول المدمس بطريقة كده سهلة وبسيطة. وهقولك بقى في الفيديو على كل التكات والحركات اللي هتطلع معاكي الفول زي ما بنقول كده زبدة. بصوا كمان لونه وقوامه تحفة بجد، وكمان دايب، بصوا دايب يعني بجد دوب. تابعيني في الفيديو عشان تعرفي بالظبط الطريقة ازاي. وانا عايزة اقولك كمان ان انا كنت مستعجلة ان انا نسيت ما دمستش الفول. هدمسته ما خدش وقت خالص. هتقولي ما عنديش قدرة، انا عملته بصوا في الحلة ما خدش وقت خالص، واحلى فول بجد. تسحري منه تاكلي منه تعمليه كده يقعد معاكي في الايام العادية. بجد تحفة، وطريقته سهلة جدا زي ما هنشوف مع بعض. وهقولك اللون ازاي بتاعه طلع كده، والقوام كمان. اول حاجة كده بسم الله، جبت اللي هو الفول البلدي. انا جايبة نص كيلو، هعمل نص كيلو بس. اول ما يخلص هبتدي اعمل النص التاني. بعمل نص بنص كده ويخلص نعمل غيره. ومعايا ده تقريبا ربع كيلو فول مدشوش. وبصوا الفنجان الصغير ده مش ملياه رز، يعني تقريبا نص الفنجان رز. ما تستغربيش من الرز، هنشوف دلوقتي مش هيبان خالص في الفول ولا هيبقى ليه اي اثر. اول حاجة كده طبعا لازم ننقي الفول كويس، لو في اي حباية اي حاجة مش كويسة بحطها على جنب ارميها يعني. واحط الفول كده في الحلة. ونفس الكلام برضو في الفول المدشوش هنقيه. هنا خلصت الفول المدمس. هنقي برضو الفول المدشوش، لو في اي حاجة كده احطها على جنب ارميها يعني. وبرضو لما اخلص هحط على الكلام ده كله النص فنجان رز كله على بعضه. وهغسله كويس جدا تحت المية الجارية لحد ما لونه يبقى المية بتاعته شفافة، ما يبقاش فيها اي لون. ده بقى السر بقى، وما تخافيش ان الرز هيبان، لا مش هيبان خالص، ولا الفول المدشوش اصلا هيبان ولا اي حاجة. هروح على الحوض اغسلهم كويس وارجع لكم. طبعا هنا غسلته كويس. لازم بقى كمان المية اللي هحطها عليه تبقى مغلية. هنا انا حطيت حوالي معلقة صغيرة من الكركم. ده هيديني لون حلو قوي برضو. دي مية مغلية لازم تغطيه كويس جدا بالمية عشان ما تفضليش تفتحي عليه كل شوية وتزوديه مية. والمية اللي بتزوديها عليه وهو على النار لازم تبقى مية مغلية. ما ينفعش اجيب مية من الحنفية واحطها عليه. هحطها طبعا على النار. طبعا تحتيها الشياطة. هنا يا دوب اغلي غلوتين بالظبط، هبتدي بقى اوطي النار خالص واسيبه بقى مع نفسه لحد ما يستوي. قبل ما يستوي بربع ساعة يعني خلاص فاضل له تكة كده. هجيب هنا معلقتين دقيق، واحط عليهم كمان معلقتين صلصة. وهحط كمان كوباية تقريبا كده مية مغلية. زي ما قلت الفول لو احتاج مية وهو على النار لازم المية اللي بتضيفيها تكون مغلية. هقلب المكونات دي كده، الدقيق مع الصلصة والمية كده لحد ما اتأكد ان هما امتزجوا كويس ودابوا. لازم اقلب بسرعة طبعا لان دي بيكلكع. هجيب المضرب البيض واعمله كده لحد ما اتأكد ان هو داب. وهروح بقى احط المكونات ديت على الفول. بصوا الفول خلاص اصلا يعني تقريبا استوى، ولونه بصوا تحفة تحفة تحفة. ولا رز باين فيه ولا الفول المدشوش باين فيه، ما تقلقيش خالص. هحط بقى المكونات بتاعتي دي واقلب كده بسرعة بسرعة بسرعة. تمام. هسيبه تقريبا 10 دقايق ويكون الفول بتاعي غلي كده، خد غلوة تقريبا. وخلاص كده الفول بتاعي جاهز. ما تنسونيش بقى في اللايك وفي الشير والاشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.